لخص لنا أهم الأحداث خلال هذا الأسبوع الذي تأتي فيه الجوائز هي الأعلى في هذه النسخة. تحياتي ليك عبد الله. بالتأكيد الأسبوع الرابع اللي هيبدأ بكرة هو الجوائز الأعلى في هذه النسخة، 8.5 مليون دولار. إذا الأسبوع القادم وليس الأسبوع الماضي. بالضبط. نعم. بالضبط. الأسبوع الماضي كانت الجوائز فيه حوالي 6.5 مليون دولار، كانت ليست قليلة أيضا. لكن الفرق في الأغلى على مدار البطولة هو الأسبوع الرابع هو منتصف البطولة وهو الأغلى، وفيه بطولات منذ بداية البطولة ستختتم فيه. فبالتالي هناك بطولتين ب3 ملايين دولار، هي موبايل ليجندز وكذلك بطولة ببجي، كل منهم ب3 ملايين دولار، وأوفر ووتش ب1 مليون دولار، والشطرنج ب1.5 مليون دولار. في الأسبوع الماضي ستار كرافت كانت يوم الجمعة المباراة النهائية لها، وكان بإجمالي جوائز 1 مليون دولار. فاز سيرال لاعب بازيليسك الأمريكي باللقب ونال 200,000 دولار. يوم السبت كان البطولة الأغلى في الأسبوع الثالث، وهي بطولة اونر اوف كينجز. فريق اول جيمرز الصيني توج باللقب، الجائزة كانت 3 مليون دولار الإجمالية، نال 750,000 دولار. بالأمس وحتى الساعات المتأخرة أوبتيك الأمريكي اختتم منافسات الأسبوع الثالث بالفوز ببطولة كول اوف ديوتي 6 بلاك، وتوج باللقب. الإجمالي الجائزة كان 1,800,000 دولار، نال 600,000 دولار.